السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة. يواصل المغرب تنفيذ مشروعات ضخمة استعدادا لاستضافة عدد من الفعاليات الرياضية والدولية خلال السنوات المقبلة، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية. وتشهد عدة مدن مغربية أعمالا متواصلة لتحديث الملاعب وتطوير شبكات الطرق وتحسين وسائل النقل، إلى جانب توسعة المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار. ويرى خبراء أن هذه المشروعات لا تستهدف تنظيم الفعاليات فقط، بل تمثل استثمارا طويل الأجل يمكن أن يعكس على الاقتصاد والسياحة وقطاع الخدمات، ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات. كما تتواصل الجهود لتطوير الفنادق والمرافق السياحية، مع التركيز على تقديم تجربة مميزة للزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، وإبراز التنوع الثقافي والحضاري الذي يتميز به المغرب. وفي الوقت نفسه تعمل الجهات المختصة على تحسين البنية الرقمية والخدمات الذكية لتسهيل حركة الجماهير والزوار ومواكبة المعايير الدولية في تنظيم الأحداث الكبرى. ويؤكد عدد من المراقبين أن نجاح المغرب في تنظيم هذه الفعاليات قد يعزز صورته كواجهة عالمية للاستثمار والسياحة والرياضة، ويفتح الباب أمام استضافة المزيد من المناسبات الدولية في المستقبل. لكن يبقى السؤال: هل ستنجح هذه المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المنتظرة؟ وهل ستترك أثرا إيجابيا طويل المدى بعد انتهاء تلك الفعاليات؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وأخبرونا ما أكثر مشروع تتطلعون رؤيته في المغرب خلال السنوات القادمة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.